قانون كيرشوف للتيار. خلونا نعرفه بشكل أوضح شوية. القانون ده أو KCL اختصاراً يعتبر حجر الأساس في تحليل أي دايرة كهربية، وليه اسم تاني مشهور جداً وهو قانون العقدة. والعقدة هنا هي أي نقطة تفرع في الدايرة. وده بيوصلنا لنقطة جوهرية جدا، إن الشحنة الكهربية محفوظة. يعني إيه؟ يعني مفيش شحنات كهرباء بتختفي فجأة أو بتظهر من الهواء عند نقطة التفرع دي. كل اللي بيدخل لازم يخرج. في 4 استخدامات رئيسية للقانون ده في الصيانة. أول حاجة تتبع مسارات الطاقة عشان نحدد المشكلة فين. تاني حاجة اكتشاف أي تسريب بيحصل في التيار. تالت حاجة فحص الدوائر المتوصلة على التوازي. ورابع حاجة ودي مهمة جدا، حماية المكونات نفسها من التلف. والجدول ده بيلخص لنا اللعبة كلها. في حالة الشورت أو القفلة بنلاقي تيار عالي جدا، وقانون كيرشوف هنا بيساعدنا نحدد أنهي فرع بالظبط هو اللي عمل المشكلة. طيب لو في تسريب للتيار، هنلاقي إن مجموع التيارات اللي خارجة أقل من اللي داخلة، في جزء ناقص. وأخيراً لو في دايرة مفتوحة يعني مسار مقطوع، هنلاقي إن السحب الكلي للتيار أقل بكتير من الطبيعي. دي الخلاصة كلها. الفني الشاطر وهو شغال عينه دايماً على مؤشر الأمبير في جهاز الباور سبلاي. أول ما المؤشر ده ينط لفوق فجأة، بيعرف فوراً إن في تيار هربان في مسار غلط غالباً بسبب شورت، وساعتها مهمته بتتحول لمطاردة، إنه يلاقي التيار التايه ده ويرجعه المسار الطبيعي. أما القانون التاني فهو قانون الجهد، وده بيقول إن لو مشينا في أي مسار مقفول جوه الدايرة ورجعنا لنفس النقطة اللي بدأنا منها، مجموع كل ارتفاعات وانخفاضات الجهد اللي قابلناها في السكة دي لازم يساوي صفر. كأننا طلعنا ونزلنا ورجعنا لنفس المكان، تغيير صفر. كويس قوي، فهمنا المبدئين. السؤال اللي بعد كده، إزاي بقى نستخدم الكلام البسيط ده كأداة قوية ومنظمة نقدر نحل بيها أي دايرة كهربائية مهما كانت معقدة؟ هنا بتيجي طريقة اسمها التحليل العقدي أو Nodal Analysis، ومن اسمها كده هي مبنية بشكل أساسي على قانون كيرشوف الأول، قانون التيار، وبتركز على العقد أو نقط التقاطع. والطريقة دي عبقرية بجد، خصوصاً في الدوائر الكبيرة والمعقدة. الطريقة دي ليها خطوات واضحة زي وصفة الطبخ. أول حاجة بنحدد كل نقط التقاطع في الدايرة. تاني حاجة بنختار واحدة منهم ونعتبرها النقطة المرجعية بتاعتنا، يعني الجهد عندها بصفر زي سطح الأرض كده. بعدين لكل نقطة تانية بنطبق قانون كيرشوف للتيار. في الآخر بيطلع عندنا شوية معادلات رياضية نحلهم مع بعض ونعرف الجهد عند كل حتة في الدايرة. والجميل في الطريقة دي إنها منهجية جدا، يعني خطواتها ثابتة ومضمونة، لدرجة إنها هي دي بالظبط الطريقة اللي الكمبيوتر بيستخدمها. التحليل العقدي ده بيستخدم كل يوم في تصميم شرايح الكمبيوتر اللي في الموبايلات واللابتوبات، في تحليل شبكات الكهرباء الضخمة اللي بتوصل لبيوتنا، في هندسة أنظمة الاتصالات، وحتى في تطوير العربيات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة. كل دي تطبيقات مباشرة. النقطة الحاسمة اللي لازم نطلع بيها هي أن قانون كيرشوف ده مش مجرد معادلة بنحفظها في الكتب وخلاص، لا، دي طريقة تفكير، زي النضارة اللي بنلبسها عشان نشوف بيها الدايرة الكهربية. بتحول تدفق الكهرباء اللي مش بنشوفه بعينينا لشيء نقدر نفهمه، نحلله، وفي الآخر نصلحه.